السلام عليكم، يعطيكم العافية. في أكلات جدا طيبة بنعملها بالشتاء. الدولمة العراقية جدا طيبة، ما شاء الله تبارك الرحمن. عندي رز مصري غاسلته ونقعته نص ساعة. هلأ راح أضيف البهارات، بضيف ملح، فلفل أسود، بهارات مشكلة، كزبرة، كمون، هيل من كل نوع ملعقتين صغار، وبصل وثوم وبقدونس وشبنت. وعندي بندورة مقشرتها وفارمتها ناعم مع معجون بندورة، وتمر هندي، ودبس الرمان، وزيت نباتي. بخلط المكونات. الخضار اللي ضفتها على الرز ما إلها مقدار معين، على حسب رغبتكم. ممكن تقللوا، ممكن تزيدوا على حسب الرغبة. في ناس بتحبها قليلة، في ناس وسط، في ناس كتيرة بتحبها. على حسب الرغبة، ما إلها مقدار معين. وبضيف عصير حبة ليمون كبيرة كمان. وراح أضيف لحمة مفرومة خشنة مرة واحدة، ويستحسن يكون فيها نسبة بسيطة من الدهن، لأنه الدولمة العراقية بتعتمد على نكهة خفيفة من الدهن، وجدا طيبة بتطلع الحشو تبارك الرحمن ما شاء الله. بنخلط المكونات مع اللحمة بهاي الطريقة. وأنا مجهزة ملفوف سالقته اللي هو الكرنب، وعندي كوسة وباذنجان وفلفل حلو وفلفل الحار الأخضر الطويل، وعندي سلق وبصل. طبعا كله مجهزته، غاسلته ومجهزته. هلأ بنحشي المكونات وما بنضيف كتير حشوة. طبعا بدنا نعمل حساب بس يستوي الرز رح يتضاعف حجم الكمية. جدا طيبة تبارك الرحمن ما شاء الله الدولمة العراقية، جربوها تبارك الرحمن. اللهم ديما علينا من نعمة واحفظها بدون الزوال، لا تحرمها لحدا وطعم كل محروم وجوعان. اللهم آمين يا رب العالمين. بكمل حشوة المكونات. وممكن انتو تحشوا اي خضار انتو ترغبوه، ممكن بطاطا، ممكن جزر، ممكن بندورة، بس انا برغب هاي الخضار. بهاي الطريقة بنحشي الفلفل الحار، وفعلا جدا طيب، بيعطي نكهة جدا لذيذة للدولمة. طبعا انا شايل البذور من الفلفل الحار والفلفل الحلو الوان. وبنحشي البصل، وما منكتر طبعا حشوة بالبصل. بهاي الطريقة منلف البصل. عندي قطع لحمة، أي قطع لحمة متوفرة عندكم، مع قليل خفيف من الزيت، بس لأشمع قطع اللحمة من جميع الجهات لتتسكر المسام من اللحمة عندي. وفي عندي كمان بزر الفول الأخضر جدا لذيذ مع الدولمة العراقية. برتب المكونات، وراح أدوب معجون بندورة مع مي حار مع ملح، وبضيفهم على المكونات، وما بكتر مي. بخلي الطبقة اللي فوق آخر طبقة، يعني ما توصلها مي كتير، لأنه طبعا الملفوف والسلق والحشوة كلها راح تنزل سوائل، فما بكتر مي. وبغطيها وبخليها على نار عالية لتغلى، وراح أخليها على نار جدا خفيفة. وأنا بحب إنها تكون تتنهنه بالسوى، تتنهنه عندي. بغطيها بهاي الطريقة، وبضيف المي على المعجون والملح. وجربوها وادعولي، وصحتين وعافية.